كنت لسه صغيرة وعروسة جديدة ومش فاهمة حاجة، وكان يقعد يتابعني ويشوفني بعمل ايه بالظبط، وما كنتش بقدر اقول لا عشان جوزي كان بيحبه قوي وكان بيوصيني عليه. وكمان كان بيقولي لو عايزة ترضيني وتبقى عندي غالية قوي لازم ترضيه وما تزعلهوش ابدا، وكمان تخلي بالك منه واي حاجة يقولك عليها تسمعيها. انا رشا، اتجوزت وانا عندي 15 سنة، ولان انا مش متجوزة عند حد غريب وكنت لسه ما كملتش ال15 سنة يعني طفلة، وكتبنا كتب الكتاب عند محامي لأنه أصلا ابن خالتي، وخالتي توفت من فترة قصيرة وده ابنها الوحيد. كان بيعشق أبوه بمعنى الكلمة، عندهم أرض كتير وبيت كبير. كانت ليا شقتي فوق وحماية كان تحت. هي البيت على دورين بس. الفلوس كتير جدا والخير ما أقولكوش بالكوم، وهو ده كان السبب اللي والدتي وكل الناس كانوا فرحانين جدا ان انا هتجوز ابن خالتي. ابن خالتي هو شخص عادي، يعني ممكن ما يبقاش زي اي واحد ممكن تكون بتحلم بيه اي بنت. يعني مثلا مش جريء، دايما تفكيره مختلف شوية، مفيش بيني وبينه تفاهم. طبعا مفيش بينا حب كبير ولا حاجة، مجرد جواز عادي. وانا كنت لسه صغيرة وعيلة ومش فاهمة حاجة، وكنت كل ما اشتكي من حاجة تزعلني منه لماما كانت دايما تقولي مشي امورك، اديكي شايفة خواتك بالكوم وانت اول واحدة تتجوزي، وابوكي راجل صعب وما يتعاشرش، ويا حبيبتي لو انت عملت اي مشكلة هتسيبي العز والهنا كل اللي انت عايشة فيه وهتيجي تقعدي هنا في الضيق بتاعه وكل يوم ينكد عليك. خلي عقلك في راسك وخليكي ذكية، مشي امورك مع حماكي وارضيه وارضي جوزك ومشي حياتك. وفعلا جوزي كان هيتجنن على طفل لأنه وحيد ونفسه إن هو يجيب ولاد كتير عشان الأرض والعزوة والخير، وهو خايف أحسن عمامه ياخدوا منه كل الخير اللي هو فيه، وكان هيتجنن. وأنا كنت لسه سن صغير ومع الرغم ما كانش راحمني، وكنت كل ميعاد البرود بتاعتي يحصل بينا خناقة لرب السما. رحت لدكاترة كتير جدا، عايزة أقول لكم مفيش شهر بيعدي غير وأنا عند دكتور شكل. أخدت أدوية رهيبة لدرجة إن هي أثرت عليا وأنا كنت لسه يعتبر صغيرة، لكن ما كانش فيه رحمة. عشت معاه وحياتي كانت متوقفة على أطفال، وكنت بحاول في الفترة دي أعمل كل اللي أقدر عليه عشان الأمور تمشي. ما هو أنا عشت مع والدي صعبة جدا، العيشة على القد، وعندي 4 إخوات بنات وأنا كنت أول واحدة أتجوز. وبابا راجل صعب جدا ووحش، مش كويس ومش مريح وما بيحبناش. هو بيحب الصبيان الولاد يعني، لكن ما بيحبش البنات. كانت طبعا معاملته معايا كانت قاسية، ومع كل اخواتي حتى مع والدتي. وحرفيا اللي كان بينجى من عنده يبقى انكتب له عمر جديد. الحياة معاه صعبة فوق ما تتخيله، واضطريت أمشي أموري. وأول حاجة كان بيطلبها مني حماية، حاجة غريبة جدا. طبعا الغريب إن أنا جوزي بيحب المواشي خالص، لأن هي بتقولك رأسي ماله، ودايما بيحب يجيب مواشي كتير. وطبعا الموضوع ده كان بيعمل لي مجهود رهيب وأنا كنت صغيرة ومش بقدر أستحمل المجهود ده كله، وكنت بضغط على نفسي. وكل يوم أقوم الساعة 6 الصبح حماية كان يطلع يخبط عليا. كان الصراحة بيساعدني، يمكن كان حنين عليا أكتر من جوزي. كان لما يلاقيني تعبت كان يقعدني ويقول لي اقعدي هنا وأنا هعمل الشغل بدالك. وكان لازم يطلب مني حاجة أعملها كل يوم. كنت بستغرب جدا لكن كنت بكبر دماغي. كان دايما بيطلب مني إن أنا أقعد على الكرسي في مكان معين، وهو يقعد قدامي ويديني حاجة أعملها وأنا قاعدة على الكرسي. يقولي ما ينفعش تنزلي من على الكرسي. تمام. كان دايما كل يوم يخليني أطلع أجيب حاجات من على الدولاب، نقف على الكرسي ويقولي اطلعي هاتي حاجة كذا، ويوم يقولي اقعدي على الكرسي وخدي اعملي الحاجة دي. مش عارفة ليه، هو دي كانت حاجة غريبة جدا وكنت بستغرب ليها. ولكن في يوم حصلت حاجة غريبة، قال لي ما تعمليش الأكل وانت قاعدة، ممكن تعملي الأكل وانت يعني بوضع مختلف. واستغربت جدا وما كنتش برضه ان انا اتخانق معاه،
وكنت بكبر دماغي وبدأت أحس حاجات مختلفة، لأن بالصدفة كنت خارجة من المطبخ وخبطت فيه بالصدفة ولقيت حاجات غريبة. وطبعا بحكم إن أنا ست متجوزة فأكيد فهمت، بس ما بقتش عارفة أعمل إيه. كنت بخاف إن أنا أقعد في البيت لوحدي، وفي نفس الوقت ما ينفعش إن أنا أحكي حاجة لجوزي، وفي نفس الوقت مش عارفة أروح منه فين. كان دايما بيحصل معايا خلاف أنا وجوزي، وما كانش بيرضى يقعد في البيت، وكل يوم يتنطط عند خالته شوية، عند عمته شوية، ويمشي ويسيبني لوحدي. الوحدة كانت رهيبة، وأبوه كنت بخاف منه كتير، ولكن ما كنتش ببقى عارفة أعمل إيه. هو ده اللي انحكم عليا بيه. عقليتي كانت صغيرة جدا وما بعرفش أفكر كويس، وكنت كل ما اشتكي لوالدتي تقولي خلي بالك من نفسك ومشي حياتك وبس. ماما ست بسيطة جدا، ما اتعلمتش، وكانت دايما نصايحها محدودة وفكرها كمان محدود، وما كانتش بتعرف توجهني التوجيه السليم. وهي دي كانت دايما مشكلتي، وده بقى اللي وقعني في الغلط. وطبعا من هنا بقى بدأ إن الخناق يزيد. كان بقالي أكتر من سنة ونص متجوزة وأنا على الحال ده. اقعدي على الكرسي، اطبخي بطريقة معينة، اقعدي بطريقة معينة. حاجات كتير قوي كان يعني كنت بحسها كده، لكن ما كنتش بقدر أتكلم. وكان دايما جوزي بيتعصب عليا وبيعاملني معاملة قاسوة جدا. حتى معاملتي معاه كزوجة كان يتعامل معايا بطريقة غريبة جدا، معرفش كانت ايه يعني الطريقة دي. كان دايما واحنا متخاصمين كان يخش يعمل كل اللي هو عايزه بطريقة وحشة، وبعد كده ما يسألش فيا، ولما كنت أكلمه ما كانش يرد عليا ويسيبني، وبعد كده يروح ينام في الأوضة. فطبعا كان بيحصل حاجات كانت مأثرة عليا نفسيا. كنت بقعد أعيط كتير. كان حماية بيقعد يطبطب عليا ويقول لي معلش ما تزعليش. وفي يوم طبعا حصل بينا خلاف جامد، وبدأ إن هو يتعامل معايا بقسوة، وبعد كده طبعا ساب البيت ومشي. يوم واتنين وتلاتة، وكان منعني إن أنا أشيل تليفون عشان ما أكلمش حد، لأنه إنسان شكاك وغيار. وكان دايما بيخاف إن أنا أتكلم مع ماما في حاجة. يعني أنا كده لما هو يمشي وهو اللي معاه التليفون أنا معرفش أوصل لأي حد. وطبعا لما سبت البيت ومشيت وزعلت قبل كده كذا مرة، كل مرة كانت ماما بتجيبني البيت، وكنت زي ما بروح زي ما باجي، زي ما يقولوا عليا كده كلبة. وقررت إن أنا مش همشي، وبدأ حماية يراعيني ويخلي باله مني، وبدأت أفهم كويس جدا هو عايز ايه، وهو بدأ يفهمني وبكل وضوح، وأنا مرضتش أزعله. وبحكم إن أنا سن صغير وطفلة لسه عيلة مش فاهمة حاجة، عملت كل حاجة، والدنيا بقت حلوة على الآخر. وبقيت أنام براحتي وأقوم براحتي، وكان دايما هو اللي يتخانق معاه ويقوله أنا اللي هعمل كل الشغل. بدأت أخد راحتي خالص، وأنام براحتي وأقوم براحتي، ولما كنت أحب أروح مشوار كمان كنت أروح براحتي. حسيت إن ده السلاح بتاعي اللي هيخليني أقدر أكمل، وكمان هيخليني إن أنا أقدر أبقى لي عندي حرية. حسيت إن أنا هكمل على كده، وما بقتش أقوله لأ. وفي أي وقت لما كان يعوز يتكلم معايا في أي حاجة كنت بتكلم معاه على طول، وكان بيبقى مبسوط خالص. وكان كمان بيخلي باله مني ومعاملته كويسة، وكنت بقدر معاه أعمل كل اللي أنا مكنتش بقدر أعمله. وكمان كان هو بيسألني عن بعض الحاجات، وكنت طبعا بقوله عليها وبعملها. وطبعا من هنا بدأ الكلام يزيد. الكارثة بقى اللي حصلت بعد كده إنه بدأ يسيبني ويسافر. بصيت لقيته بعد ما غاب 3 أيام عن البيت بدأ يقولي إن أنا مسافر بعد تاني سنة من الجواز. دخلنا في تالت سنة قال لي أنا مسافر، طبعا محروق من كل الناس اللي بتقول إن هو ما بيخلفش. وطبعا كلام الناس كتير، وهو ما كانش قادر يطلقني بحكم القرابة اللي بينا، وأنا حياتي كلها متدمرة. لحد راضي يحل جوازتي اللي مش نافعة ولا نافع أي كلام. حقيقي كنت تعبانة جدا. وبدأنا من هنا بقى يلم شنطته ويسافر. هو ما كانش مسافر برا، هو كان مسافر اسكندرية مع أصحابه. تخيلوا مسافر يتفسح مع أصحابه أسبوعين 3، وسايبني أنا مدعوقة مع المواشي والطيور والأرض وأبوه والبيت. مين اللي تقبل بكده؟ وطبعا لما قررت ان انا اروح لوالدتي واتكلم معاها لقيت ردها عليا قاسي جدا، وزعلني وما اتناقشتش معايا كويس. واضطريت ان انا بعد ما كنت هحكي لها كل حاجة بتحصل مع حماية وطريقته ويايا،
بدأت إن أنا أسكت وأكمل في اللي أنا بعمله بس، لإن كنت بحس فيه بالراحة النفسية والسعادة. وفعلا مشيت الدنيا على كده. وفي يوم قبل جوزي ما يرجع من السفر حسيت إن أنا تعبانة، وفي الوقت ده كان بقالي حوالي سنتين ونص كده. وطبعا كنت برضو متابعة مع الدكتور وباخد أدوية كتير. وفي يوم لقيت نفسي حامل واتفاجئت وما كنتش أعرف حاجة. البيريود كانت متأخرة واضطريت أروح عند الدكتور وأكشف عادي. وطبعا اتفاجئت إن أنا حامل. وفي الوقت ده أنا كنت متأكدة إنه مش يعني إن الموضوع مش تبعه، وحسيت إن أنا متضايقة جدا، ولكن ما بقتش عارفة أعمل إيه. كل الناس كانت طايرة من الفرح وهو أول واحد، وهو كان بقاله أسبوعين بس مسافر. فطبعا من هنا بقى رجع من السفر جري، والأمور بدأت تمشي، واللي بقت متشالة من على الأرض شيل، وخدني وداني عند والدتي، ووالدتي بقت شايلاني من على الأرض شيل، وتجيبلي كل حاجة حلوة. ومشيت الدنيا على كده، وما بقتش عارفة أعمل ايه، لا قادرة إن أنا أتكلم وأقول الحمل ده وضعه ايه، ولا أنا شاكة في ايه، ولا أنا بقيت عارفة أعمل ايه. وكنت شاكة لكن ما كنتش متأكدة. وفضلت مسيرة الحمل بتاعتي شغالة وماشية على كده، وفي نفس الوقت وأنا كل يوم جوايا شك ويقين إن أنا خايفة ومش عايزة أكمل في الموضوع. ولكن فضلت فترة الحمل ال9 شهور عند والدتي. جوزي كان من كتر فرحته بيجيلي كل يوم، وكان يجيبلي كل ما تشتهي عينيا، وكل اللي أطلبه وكل اللي أمر بيه. وكل أسبوع عند الدكتور متابعة للحمل والفيتامينات والأكل، لدرجة إن أنا كنت ضعيفة جدا، بقيت حاجة صعبة خالص فوق ما تتخيلوا من الحجم، من كتر الغذا والرعاية والاهتمام. كملت الحمل وقلت يلا بقى مش مشكلة. أما جبت البيبي، الغريبة إنه طلع شبه جده بالظبط، وفيه شوية بساط من أبوه. كان ولد. وطبعا بقى طول الوقت عندي شك من جوايا. كنت طبعا طول الوقت برضو خايفة ومش مطمنة. وبعدها بسنة ونص جبت طفل تاني، ولكن كانت كل حاجة وقفت خلاص من ناحية الموضوع التاني، لأن جوزي بقى بني آدم تاني، زي ما يكونوا خدوه وبدلوه وجابوه. بقى رقيق وحنين ومعاملته حلوة، ومبقاش بخيل لا في مشاعره ولا فلوسه ولا أي شيء. أي شيء كنت قبل ما أطلبه كان يجي عندي. ودي بقى حاجة كانت خلياني سعيدة ومبسوطة. ما عادش بيزعلني وبيتناقش معايا بالراحة، وما بيتنرفزش عليا ولا أي حاجة من اللي أنا كنت بشوفها دي. حتى المعاملة بينا كانت بمنتهى الرقة والهدوء. وبدأ يتغير ويسألني على حاجات كتير بحبها كان بيعملها لي، وكنت ببقى مبسوطة جدا. وبدأت الأمور بينا يحصل فيها تعلق بطريقة جامدة، وابننا كل يوم بيكبر. وفي بعد السنة ونص طبعا جبت ولد كمان، والعيلة بدأت تكبر. ولكن كان دايما جوايا الشك إن أنا مش مبسوطة، وحاسة إن الطفل الأولاني ده أنا مش راضية عن وجوده أصلا. ولكن في نفس الوقت ما أقدرش أتكلم. طبعا أنا كنت صغيرة، ولو في حد كان مذنب مش عارفة إذا كنت أنا المذنبة ولا جوزي وحماية ولا والدتي ولا مين بالظبط. مش قادرة أحكم على مين كان السبب في كل اللي أنا مريت بيه والأخطاء اللي أنا وقعت فيها. حقيقي ما كنتش لاقي حد يفيدني ولا يقف جنبي ولا يعلمني الصح من الغلط، ولا اللي ينفع من اللي ما ينفعش. ده غير إن البنت فينا بتبقى في السن ده سن يعتبر مش عارفة تعمل فيه ايه، وحاجات كتير أوي فايتاها. وفي نفس الوقت بتبقى لازم إن هي تكمل. ولقيت الضغوط حواليا من كل مكان، وما كانش في حد فاهمني ولا بيراعيني ولا بيخلي باله مني، هو غير حماية. وطبعا مشيت الدنيا على كده. بس في نفس الوقت جوزي رجع يتغير بعد كذا سنة من الجواز. يعني بدأ يبقى عصبي، بيخاف على الفلوس كتير جدا. ده غير ان حصل شوية اختلافات بينه وبين اهله، واضطر ان احنا نبيع البيت ونبيع الارض وياخد المبلغ يحطه في البنك. واشترينا بيت بره واستقرينا، لان هما كانوا صعبين جدا، وكان خايف على الولاد منهم. وطبعا هناك حس بالامان اكتر. عامل مشروع ومشى الدنيا، وبقيت المبلغ كان في البنك. وكمان كان جايب لنا بيت على 4 أدوار. حماي كان قاعد في شقة وأنا في شقة، وكان مأجر الشقتين اللي فوق. وطبعا ما أقولكوش، الجيران اللي فوق كانوا عرسان جداد، وكنت مبسوطة جدا، وجددوا فيا الأمل والإحساس. وكان في بينا كلام، ولكن يعني ما كانش كلام قوي، لأن هو من النوعيات اللي ما بيحبش يبقى في بينا وبين أي حد تاني كلام.
ومشيت الدنيا على كده، وحصل بيني وبينه في يوم من الأيام خلاف، وقررت إن أنا أنفصل عنه وما أكمّلش معاه بعد ما خلّفت منه ولادين، لإن أنا عمري ما حبيته، والموضوع بيننا ما كانش على حُب أبدًا. بس في نفس الوقت من كتر ما أنا متضايقة كنت عايزة أعترف له بكل قسوته دي، وعدم تفاهمه معايا قبل كده كان السبب في إيه، كان السبب في إن أنا أخطأت، وأنا ما أعرفش الطفل ده نظامه إيه. ولكن لحد آخر لحظة وهو يعني بيتعبني وبيبهدلني، قررت إن أنا أنطق، وكنت خلاص هاقول له إن الولد ده أنا ما أعرفش نظامه إيه، وبسبب أفعالك واللي أنت بتعمله ده. ولكن في لحظة اتراجعت وقررت إن أنا أروح عند والدتي وأقول لها إن أنا عايزة أتطلق منه، لكن هي برضه موافقتش، وكل الناس وقفت ضدي. يا ريت تقولوا لي أعمل إيه.